وهذا الشكل النهائي لهريسة القشطة. ان شاء الله تكون على ذوقكم، وصحتين وهنا للجميع. صيام مقبول وافطار شهي. حبايبنا، هاي الهريسة صارت جاهزة، هريسة بالقشطة على طريقة الشيف أديب. إن شاء الله صيام مقبول وأفطار شهي للجميع. بتمنى منكم يلي مو مشترك بالقناة يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس مشان يصلكم كل شي جديد من أخوكم الشيف أديب. وأي استفسار أنا معكم بالتعليقات أول بأول. راح أحط لكم المقادير بالكيلو وبالكاسة بصندوق الوصف. وبالنسبة للقشطة راح أحط لكم الرابط طبعا كمان بصندوق الوصف. اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. ان شاء الله بركه طاعتكم. رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى جميع امه محمد. صيام مقبول وافطار شهي للجميع. السلام عليكم ورحمه الله اخواني واخواتي الكرام، ربي يسعد اوقاتكم وين ما كنتم موجودين. معكم من جديد اخوكم الشيف اديب، ورجعنا من جديد بفيديو جديد. رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى جميع الامه الاسلاميه، وان شاء الله صيام مقبول وافطار شهي للجميع. انا معكم من جديد. اليوم رح نعمل طريقة الهريسة بالقشطة بطريقة كتير سهلة، وإن شاء الله كلياتكم رح تجربوها وتنجح معكم. أقل مدة تخمير رح بعملها 6 ساعات كرمالكم، كرمال الجمهور اللي طلب مني أقل مدة تخمير. ورح نشوف مع بعض طريقة تطبيق الهريسة بالقشطة بطريقة كتير سهلة، وإن شاء الله رح تنفذوها بالبيوت وتنجح معكم. قربوا معي لنشوف المقادير وطريقة تخمير الهريسة. أهلا وسهلا فيكم، خليكم معنا. وهلا حبايبنا توجهنا للغاز مباشر. عندي هون بقلب طنجرة صغيرة حطينا 700 جرام مي، وبنزل فوقها 600 جرام سكر. هاي 600 جرام سكر نزلتها فوق المي. راح بستناهم ليغلوا اول غلية، بعدين بطفي الغاز وبنكمل طريقتنا مع بعض. حبايبي هلا هيك غلى معنا السكر والمي، غلت معنا. اتأكدت تماما اني حبيبات السكر كلياتها دابت. ضروري كتير هاي المرحلة نتأكد اني حبيبات السكر كلياتها دابت مشان تضمنوا نجاح الهريسة وما تسكر معكم بعد مرحلة الخبيز. هلا رح بطفي الغاز، نتوجه للسميد والكربونة مع بعض. والله حبايبي عندي هون كيلو سميد. كيلو سميد وسط او خشن بيصير. سميد وسط او خشن بيصير، شايفينه؟ انا عندي هون رح بستخدم هلا سميد خشن، شايفين؟ رح بخلطه 5 جرامات كربونات الصوديوم. كربونات الصوديوم 5 جرامات رح بخلطهم مع بعض بهذا الشكل، شايفين؟ ضاعوا بقلبهم. رح ننزلهم فوق المي والسكر وهي سخنة، شايفين؟ ما استنيتها تبرد، هي سخنة نزلتها من على الغاز. هلا رح بنزل السميد، كيلو سميد و5 جرامات كربونات الصوديوم. رح بنزلهم فوقهم وبخلطهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك نزلت الكمية كلياتها، رح احركها منيح. كيف القوام طلع معي؟ بيني معكم. هذا هو القوام. هلا بخليها بغطيها بشقفة قماشة وبخليها ترتاح لمدة 6 ساعات، وبعدين بنكمل شغلنا فيها. خليكم معنا لنشوف الطريقة كاملة، طريقة المد الهريسة اللي بقشطة، الطبقات كيف رح بتصير معنا بعد 6 ساعات تخمير للهريسة. رح نشوف مع بعض. شوفوا انا بشقفة قماشة غطيتها. هلا رح نشيل القماشة. بعد 6 ساعات رح نشوف المزيج مع بعض. هذا هو شكل المزيج بعد 6 ساعات. فتحت معنا حبة السميد واخدت حدها المظبوط. هلا رح نبلش نشتغل فيها. رح دعكة بسيطة ورح بمدها بالصينية. قبل كل شي رح بدهن الصينية. عندي الصينية هون، مقاس الصينية عرض 30، الطول تبعها 40، الارتفاع تبعها 2 ونص، ما بيأثر. خلينا نبلش. اول شي عندي هون معلقة سمنة رح بدهنها بالصينية. فيكم تنزلوا تقريبا 3 معالق قطر فوق السمنة، تخلطوهم مع بعض وتدهنوهم بالصينية. وفيكم تدهنوا السمنة قبل وبعدين تدهنوا القطر فوقه. انا ما عندي اي مشكلة، رح بدهنهم مع بعض،
شايفين نزلت القطر فوق السمنة، رح بدهنهم مع بعض. القطر مثل ما قلنا لا تعطوه سماكة للقطر بالنسبة للهريسة، وما نخبزها بالفرن ونطلع من الفرن ما بصير يكون القطر عنا اني سميك. اذا كان القطر عندكم سميك رح تقسى معكم الهريسة. خليكم معنا شوفوا كيف دهنت السمنة والقطر مع بعض. فيكم تدهنوا السمنة لحال والقطر فوقها، وفيكم تدهنوهم مع بعض، ما فيكم تتعطل عليها ابدا. عندي هون المزيج رح بدعكه مع بعضه دعكة بسيطة، ما كتر فيه دعك. رح بقسم المزيج هذا لقسمين، قسم بحطه للأرضية والقسم الثاني بحطه فوق القشطة. خلينا نشوف المزيج كيف طلع معنا. شايفين هذا هو القوام المطلوب. هلا رح بقسمه لقسمين تقديري، إذا في عندكم ميزان بيكون أفضل، وإذا ما عندكم ميزان كمان بيصير. نقسم بالطنجرة هيك قسمين. شايفين قسمتها قسمين. رح بنزل قسم بالأرضية بسم الله بوسط الصينية، والقسم الثاني بخليه على الزيت عشان نمده فوق القشطة. بعدين بعملية المد ما تحطوا مي كتير على ايدكم مشان ما تقسى معكم الهريسة. مي خفيفة، مي بسيطة، فينا نحط مي بسيطة وقت من مد. مثل هلا عندي مي هون، بجوز تدبق ايدكم بتعملوا هيك. عندي هون مقشط بعمل لسه تبليس. بس عشان تعطيني ارتفاع واحد. وهيك بيكون مدينا اول طبقة. لاحظوا معي كيف هي اول طبقة للهريسة القشطة. هريسة القشطة هي اول طبقة منها مديناها. هي خلصنا منها حطيناها على الزيت. عندي هون صينية نفس القياس 30 ب 40، راح بقلبها على قفاها. وعندي هون كيس نايلون عشان بمد عليه القشطة. حبايبنا عندنا هون قشطة طبخ. انا الرابط راح احط لكم اياه بصندوق الوصف. الرابط احط لكم اياه بصندوق الوصف. اللي بده يساوي قشطة طبخ بيساوي قشطة طبخ، واللي بده يساوي بالقريشة. اي طريقة انتم بتحبوها بتساووها على ذوقكم. هلا راح بمدها على الكيس مع بعض. راح تحط نقطة مي على الكيس بس مشان ما تلزق. حاول وزعها على كامل الصينية عشان وقت اقلبها فيها. والله حبايبنا بعد ما مدينا القشطة، هاي القشطة مديناها، مديتها على كيس. هلا راح بقلب الصينية هاي فوق هاي بكل سلاسة ومرونة. شايفين هاي الصينية قلبناها فوق هاي بسم الله بهذا الشكل. خالصة شايفين القشطة صارت بقلب الصينية ولا التبكنا ولا أي شيء. الكيس هذا أبسط من هيك تم، ما تم أبسط من هيك. عندي هلا الطبقة الأخيرة. هاي القشطة هيك انمدت معي هون بهذا الشكل، صارت بالوسط. الحراف عفتهم فاضيين مشان ما يلتدع بالنار. تمام. هلا رح بمد الطبقة الأخيرة كمان نفس الطريقة. بجيب كيس حطيته على الصينية، طبعا نقطة مي بسيطة شيء لا يذكر. هلا بنزل باقي مزيج الهريسة في الوسط وبمده كأني عم بمده بالصينية. طبعا كمان ما فينا نعليها كتير بالنسبة للقشطة. إذا حرف الصينية واطي كتير ما فينا نعليها كتير مشان هي بالفرن رح تنفش معنا ما تطلع معكم برات الصينية. أنا عندي هون الصينية الارتفاع 2.5 تقريبا، ما عليتها كتير للقشطة، حدها الطبيعي اعطيته. هلا رح كمل مد. هاي الطبقة
الثالثة صارت معنا جاهزة. هلا رح تقلب هاي فوقها وبصير معنا الامور تمام. هلا حبايبنا وصلنا لاخر مرحلة تقريبا. شايفين هاي الصينية هي معنا هون. هلا رح بعمل لها بصمة بالوسط هون وهون، نسميهم تقريبا مثل فتحات تهوية يعني للأرضية. شايفين؟ هلا رح بقلبها فوق هاي بصير امورنا جاهزة. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ قبل ما نشيلها هاي خالصين. هلا وصلنا لأهم مرحلة مشان اللون. عندي هون 3-4 معالق قطر، مثل ما قلنا قطر يكون خفيف ما يكون سميك كتير للوش للأرضية. راح بنزلهم بهذا الشكل وبوزعهم على كامل الصينية بالمقشط بإيدكم باللي بتلاقوه مناسب. شايفين؟ وزعته. القطر مشان يعطيها لون الذهبي للهريسة يلي كلياتنا بنحبه. الفرن رح بحميه انا هلا على درجة 250، وقت بحط الصينية بالفرن بحطها على درجة حرارة 180 بس من تحت. اللي عنده الفرن بيشتغل بس من تحت، بس من تحت على درجة حرارة 180. وهلا رح بحددها تحديد، ما بقطع تقطيع، تحديد بس بعطيها خط بسيط. طبعا هي هريسة بقشطات بتجي الحبة تبعيتها أكبر من الهريسة العادية. هلا رح بدخلها على الفرن مثل ما قلنا، حميت الفرن على درجة حرارة 180 بس من تحت. هاي الهريسة بالقشطة، خليكم معنا. هاي هون عندي فرن عادي، شايفين؟ مثل الأفران اللي متوفرة عندي. بسم الله. وهي بس من تحت 180. رح بنعيشها تقريبا من 35 لل 45 دقيقة بالفرن. خليكم معنا لنشوف النتيجة. والله حبايبنا طلعناها من الفرن. بسم الله. شوفوا معي. هلا هي سخنة والقطر عندي عم يغلي. رح بقطرها. بسم الله الرحمن الرحيم. هي سخنة والقطر عم يغلي. بس انتبهوا كثير من القطر او الشربات، سخن كثير. كمية القطر كلها بتشربها. معيار القطر او الشربات كيلو سكر 700 جرام مي، رشة ملح الليمون صغيرة. لهي الصينية بتاخد كيلو سكر 700 جرام مي، رشة ملح الليمون صغيرة. المقادير كلياتها رح اسجلكم اياها بصندوق الوصف بالجرام وبالكاسة. تكرم عينكم. والله حبايبي بعد ما بردت وشربت قطراتها او الشربات تبعونا رح منزينهم بطريقة مختلفة. اول شي خلينا نشوف كيف صار معنا القوام. شوفوا معي القوام كيف، اللون الراكز. هاي بالنسبة للوش وهي بالنسبة للأرضية، واضحة معي على الكاميرا. هذا هو لونه. هلا راح بزينه بطريقة مختلفة. طريقة التزيين أنا راح بزينها هلا بطريقة مختلفة شوي بهذا الشكل. بسم الله. عندي جوز هند، عندي هاد المقشط. بسم الله. بهذا الشكل. خلينا نشوفها مع بعض على الكاميرا.
شايفين؟ هذا ما هو الشكل النهائي، لسه رح نزينه بالفستق الحلبي كمان. خليكم معنا لنشوف الطريقة كاملة. هدول سحبتهم من الصينية وزينتهم، رح برجع برجعهم على الصينية. هذا اللون الوش، وهي السفل نفس اللون اعطاني، وهي اللمسة الأخيرة فستق بودرة. إن شاء الله تكون نالت إعجابكم وتجربوها وتنجح معكم إن شاء الله. صيام مقبول وأفطار شهي للجميع. كان معكم أخوكم الشيف أديب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.